يا هلوز وحشتوني كلكم. تعالوا بقى النهاردة ونشوف أفكار جديدة. وأول فكرة معانا دي لما تكوني في مطعم وقلقانة كده من نظافة الحاجة، دايما اعمليها، أو حتى لو مش قلقانة دايما كده رشة ملح على الحاجة. اليوتنسلز اللي انت هتاكلي بيها بتعقمها بتطهرها، وكمان بتضمن لك ان انت مش هيكون فيه أي ملوثات أو أي بكتيريا. لما تيجي تولعي شمع ابتدي الاول ان انتي تدخليه الفريزر لمدة 10 دقايق، بس 10 دقايق الشمعة هتفضل معاكي منورة الوقت اطول، سواء بقى الاعياد الميلاد النور قاطع، وهتعيش معاكي مش هتدوب بسرعة. جربي الهاك دي جدا، هتفرق معاكي قوي وهتدعيلي عليها. كمان لو انت عندك الجلافز وبتلبسيه بالشكل ده ومضايقك، لا جربي الطريقه دي. هتدخلي الصباع الابهام الاول، وبعدين تدخلي ايدك كلها في الصوابع، هيدخل معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. بجد من الحيل الذكيه جدا والطرق السهله، وبتسهل علينا حياتنا. لو عندك بقى طفل في البيت وبيتلخبط دايما في الشوزة الشمال من اليمين، الفكرة بسيطة جدا. اي ستيكر عندك حطي كده النصين بتوعه في الفرد، هو يعرف الفردة اليمين من الشمال بمنتهى السهولة. هتبقى كمان حاجة فن كده عليه وهو بيلبس الشوزة بتاعته. جربي دايما ان انت تجيبي كده شوكة وتغرسيها كده في اي سائل منظف، او حتى علبة مية، ازايز المية اللي احنا بنرميها، حطي فيها حبة من سائل الاطباق واخرميها وسيبيها كده في السيفون، وكل ما تشدي السيفون ريحة حلوة ونظافة وتطهير وكل حاجة. دايما حطي ورقة فويل كبيرة لو هتغسلي بالذات معالق استانلس في غسالة الاطباق. الفويل يا جماعة بيتفاعل مع المسحوق وبيطلع الحاجة بتبرق وهتحسي بالفرق. جربيها وقوليلي حسيتي بالفرق ولا لا. قبل ما تسافري هاتي كده كيس نفتالين من اي مستلزمات المنظفات، وابتدي كده حطي في اي بلاعات عندك، بلاعات الحوض، بلاعات المطبخ، بلاعات التويلت، حتى يعني جوه التواليت انا بحطها، ما بشدش السيفون بسيبه كده. بجد بترجعي البيت مفيش حشرة واحدة ولا صرصار واحد من غير ما ترشي في البيت اي رش. جربي كمان الفكرة دي لو انتي بتخرمي مسامير في الحيطة وقلقانة من النظافة، سهلة جدا وهيلم معاكي كل التراب في الازازة بالشكل اللي انتي شايفاه ده. لو انتي بقى دايما بتخرجي كتير، اولادك بيطلعوا رحلات كتير في الحضانة في المدرسة، اعملي الهاك دي كده بسرنجة، وابتدي كده ان انتي خرجيها وقسميها كده حتت صغيرة. هيبقى عندهم ميني صابون في اي بقى علبة عندك كده، حطيها علبة لبان قديمة اي حاجة او اي كيسة، هياخدوا الصابونة يغسلوا بيهم ايديهم بمنتهى السهولة، وبجد هتضمني دايما ان ايديهم نظيفة. الفكرة بقى اللي بتغير المفاهيم، يعني كل واحد عشان ما يتلخبطش في الشاحن بتاعه حطي صورتك كده او اسمك او حرفك على البتاع. الصورة دي بتبقى حاجة فن جدا وبتخليش حد يتلخبط خالص. بالنسبة بقى للشنط، عايزة تعلقيها في الدولاب دايما ما تحطهاش كده، لا علقيها على شماعة بالشكل ده، شكل منظم ومرتب اكتر بكتير. افرمي التوم باستخدام الهاند بلندر، قفليها كويس بالمنظر ده وهيفرم معاكي التوم حلو قوي. ترند ده وانا بصراحة بحبه جدا وبقيت استخدمه في العادي، يعني مش وقت ترند بس. اي توكة كده المشبك اللي بتاعتنا العادية اللي احنا بنلم بيها شعرنا، استخدميها كهولدر للمانيكير، هيسهل عليكي الابلاينج بتاعه وانتي بتحطي. يبقى يعني هيوصل كده مانيكير من غير ما تقعدي تهزي الازازة، لا هيوصل، حتى خصوصا لو الازازة كمان يعني ابتدت تخلص وابتدى الليفل بتاع المانيكير يقل. جربيها وقوليلي ايه رايك. عايزة بقى البصل معاكي يتبشر صح، ابشريه بالشكل ده، ما توقفيش المبشرة وتبشري، لا نيميها وابشري، كل البشر هيتجمع معاكي جوه كده من غير ما تستخدمي بقى طبق تحتيها او حاجة، وهتوفر عليكي كتير. اعملي بقى الفكرة دي اي رسومات اي اسامي، وابتدي كده حطي عليها جليتر من المكتبة واعمليه بالشمع كده وحطي عليه جليتر، ويبقى معاكي احلى ديكوريشن حلو جدا. ممكن تعملي كمان منه اسامي للاولاد هيتبسطوا قوي بيه. دايما خلي مشبك في شنطتك في اي حمام عام، استخدمي المشبك ان انت ترفعي السيت وتقعدي، بحيث ان ما تضمني ان مفيش بكتيريا جايالك، وتضمني كمان النظافة وتحمي اولادك. عندك بقى في مصيف او في مكان ونسيتي المكوى، ابتدي كده هاتي اي طاسة وسخنيها على النار واكوي بيها الهدوم. بجد يا جماعة جميلة جميلة، بتفرد الهدوم وبتكوي وبتأدي الغرض. ايه الحلاوة دي؟ فكرة بجد اتعلمتها من واحدة صاحبتي في المصيف قبل كده، وبجد انقذتنا وما اضطرناش ان احنا نجيب مكوى او نودي المكوى.
عندِك بقى الفوط الصحية، ابتدي انتِ حطّي عليهم أي زيت عطري بالشكل ده، قصّيها بقى قطع صغيّرة، وابتدي إن أنتِ حطّيها بقى في الباسكت، في التويلت، في الدواليب، في الإدراج. عايزة أقول لِك إن بتخلّي ريحة الحاجة غير طبيعية لمدة طويلة، لمدة طويلة جدًا، لإنها بتتشرّب الزيت وبتلزق كمان، فأنتِ عندِك 2 في 1 فواحة ببلاش في البيت كلّه. اللي جاي ده بقى من الحِيَل البسيطة، بس بجد بتوفّر علينا كتير أوي. الصابون بدل ما نحطّه كده بالمنظر ده على الصبانة أو على الحوض لأ، ابتدي كده هاتي أي غطا إزاز عندِك وحطّيه عليه، وهو دايمًا مش هيبوش بسرعة، ودايمًا هيسيب الحتّة اللي تحته نضيفة بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. الغطيان بتاعة علب الwipes ما ترميهاش، استخدميها، ليها استخدامات كتير جدًا. من ضمن استخداماتها اللي أنا باحبها إن أنا باعملها في ضهر الموبايل كده، بابتدي إن أنا أحط فيها بقى فلوس، مفاتيح، وممكن كمان أستخدمه كholder للموبايل، بافتحه كده وباعمل عليه holder للموبايل، بيبقى لذيذ جدًا. حطي التلج كده في البلاعات ورشي عليهم ملح او خل، وعايزه اقولك ان البلاعه هتتطهر، هتتعقم، ريحتها تبقى حلوه، التلج هيدوب ببطء، الملح بيخليه ما يدوبش بسرعه، السقعيه او درجه حراره التلج بتضيع اي صراصير او اي حشرات انها تطلع من البلاعات. حطي كده ليمونه في الحمام وهيفضل مع الحمام عندك فريش لمده 3 ايام متواصله. دي كانت افكار النهارده، قوليلي احلى فكره عجبتك ايه، متنسيش اللايك والسبسكرايب.